شمس اف ام بودكاست. عبد المؤمن، مرحبا بيك. شنو احوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. خويا مبروك الامضاء مع النادي الافريقي. الله يسلمك. عبد المؤمن، تاكد لنا الامضاء نتاعك مع النادي الافريقي؟ لا مازلت ما امضيت، بصح تفاهمت معاهم وشغل لبوا لي الشروط تاعي، والحمد لله ان شاء الله قريب نكون 100% في النادي الافريقي. وامضاء العقد وقتاش باش يكون؟ غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله. عبد المؤمن، لكن رئيس وفاق ستيف عبد الحكيم سرار قال انه مازال ما فما حد شيء رسمي، والصفقه نتاع الانتقال بيدي انا. قال ما زلت ما وافقتش على الانتقال عبد المؤمن للنادي الافريقي. بيان سير باسكو هو شغل الحكيم سرار شغله في عوض خويا ومديرو هو اللي يتكلف يعني بالامورات تاعي. هو انا هدرت معاه بس مازالوا، اللي قلت لك مازالوا حوايج صغار ان شاء الله نفريوهم وما كاينش مشكل. انت وصلت لاتفاق مع شكون في النادي الافريقي؟ مع رئيس النادي الافريقي. وصلت لاتفاق، يعني انت رغبتك حاليا ما باش تلعب في النادي الافريقي بويسكو النادي الافريقي لبات لك طلباتك الماديه الكل. هذيك هي ان شاء الله. امضاء العقد كما قلنا باش يكون غدوه ولا بعد غدوه؟ غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله. عبد المؤمن، قداش باش يكون رقم المريول اللي باش تلبسه في النادي الافريقي؟ والله مازال ان شاء الله كي نكون سنيت وكي نفرغ بعد المليون هو الاخر هو الثاني. ما عادش يعني انا بروبوزيت لهم رقم 19 اذا ما فيش، اذا كان عنده يعني لاعب يرى ديجا يلعب هذا النيميرو ما كاينش مشكل. انا اي رقم نقدر نلعب به. عبد المؤمن، وبالنسبه للقيمه الماديه للصفقه 3 مليارات؟ لا ما تروحش. القيمه الماديه مانيش حد نهضر عليها، مانيش حد نهضر عليها. لكن عبد المؤمن، بعد مسلسل طويل برشا من المفاوضات ما بين سي عبد الحكيم سرار وصديقه رئيس الترجي سي حمدي المدب، نجم نقولوا مفاجاه من العيار الثقيل عبد المؤمن جابه في النادي الافريقي. بيان سير الواحد باسكو ما نقدرش عليك، النادي الافريقي شغل نادي كبير، وحتى يعني الترجي يعني فريق لاباس به يعني معروف. انا درت لو شوا تاعي باسكو شغل النادي الافريقي يعني محتاج القاب، وانا حاب الفريق هذا يولي له السكه تاعو، يولي كيما زمان ان شاء الله. وان شاء الله ربي يقدرني باش نكون انا من اللاعبين ان شاء الله اللي يرجعوا له الهيبه تاعو ان شاء الله. عبد المؤمن، رغم وجود عروض اجنبيه خاصه من فريق موناكو الفرنسي، الا انك فضلت النادي الافريقي. ما نكذبش عليك، تونس يعني راهي بلادي الثانيه اكثر شغل قريبه لي، حتى الدار يعني ما عنديش مشكل، يعني وقت نحب نشوف فيه دارنا ما عنديش مشكل. هذه الحوايج اللي حتى ما نكذبش عليك شغل في الحاجه في الناحيه الماليه ثاني دبوا لي يعني طلبات تاعي والحمد لله. من المنتظر تجي غدوه لتونس عبد المؤمن؟ ان شاء الله ان شاء الله غدوه تجي لتونس وتوقيع العقد يكون غدوه ان شاء الله. شمس اف ام بودكاست.